يا هلا والله ويسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير. تتفقون معايا إن ألذ الحلويات اللي يدخل فيها التمر. اليوم بسوي معاكم تشيز التمر، جربوا هالطريقة من أسهل أنواع التشيزات اللي تسوونها. عندي هنا بسكوت النخالة، طحنته، حضيف عليها الزبدة الذايبة وحضيف عليها القشطة، أي بسكوت شاهي لكن أنا أفضل بسكوت النخالة. بعد كذا ححط ورق الزبدة في الصينية وأضغط على البسكوت عشان يتماسك بالصينية. لو حبيتوا بعد ما تكبسونه مضبوط في الصينية تدخلونه الفرن بس يتماسك أكثر براحتكم. أنا هذه الخطوة ما أسويها، لكن في كثير يسوونها، يدخلونه الفرن تقريبا 5 دقايق وبعد كذا يصبون عليها الخلطة. عندي هنا الخلطة، حطيت في المحضرة علبة قشطة وضفت عليها الجبنة كريمي، أي نوع عندكم جبن كريمي. أضفت الحليب البودرة وضفت التمر اللي استخدمته هنا تمر خلاص شلت عنه النوى وضفت كمية. بالنسبة للحليب المكثف المحلى ضيفوا كمية بسيطة لا تكثرون، لأن التمر عندنا هنا فيه كمية سكر. بعد كذا حضيف منكهات زي مثلا القرفة، نسكافيه، إن حبيتوا رشة من الهيل تعطي نكهة لذيذة. حصب الخلطة هذه بعد ما ضربتها في الخلاط حصبها فوق البسكوت وحدخلها الفرن بس من فوق أشغل عليه عشان تتماسك معايا الطبقة. إن حبيتوا تاخذوا لها كذا لسعة تحميرة تحمرون الطبقة براحتكم. طيب حنوزع الخليط مضبوط على طبقة البسكوت وبعدين حدخله الفرن. شوفوا معاي ما شاء الله تبارك الله، أحس ما يحتاج له تزيين ولكن لابد منها. إن حبيتوا في صوصات تتناسب مع تشيز التمر، يعني مثلا زي صوص الكراميل، صوص الشوكولاتة، كذلك دبس التمر. إن حبيتوا تضيفونها حتطلع يعني شكل وطعم، وإن حبيتوا تقدمونها سادة برضو مرة لذيذة وهي سادة. عشان استخدمت ورق الزبدة حيطلع معاك بسهولة، يعني سواء استخدمتي الصينية للخبز عادية أو استخدمتي الصينية المخصصة للتشيز اللي هي تنفتح من الجوانب. الآن حبدأ أقطعها، أول شي حقطع الأطراف، وهذه الأطراف يعني حناكلها ما حنرميها. استخدمي سكين حادة وكل ما قطعتي جزئية امسحي السكين عشان ما تحوس عليك الأطراف. وقطعيها مربعات متساوية وبعد كذا حطيها في صحن التقديم، وإن حبيتي إنك تقطعينها مربعة كاملة تحطينها في صحون، صحون التقديم حتطلع مرة ممتازة معاك، لكن أنا حقطعها مربعات صغيرة وأحطها في صحن واحد لأن هي متماسكة وتقدرين تاكلينها بيدك. بالنسبة للصوص أنا أخذت هذا الصوص من شركة نستلة، صوص الشوكولاتة. كنت مفكرته صوص توفي، ما قرأت المكونات مضبوط، بس لما جيت البيت وفتحته لقيته صوص الشوكولاتة. للأسف ما عجبني الطعم، يعني عندي الجلاكسي ألذ والنوتيلا ألذ، ولكن انتوا إن حبيتوا يعني تجربونه
وإن حبيتوا تستخدمون صوص الكراميل حيطلع ألذ. بعد كذا وزعته بهالصحن. شوف ما شاء الله تبارك الله كيف متماسك القطعة عندي، مرة لذيذ، مرة لذيذ تبارك الرحمن. مع القهوة السعودية جربوه علينا بالعافية. طيب بنسوي معاكم البروست بالبيت، مرة لذيذ وأنظف لكم من شغل المطاعم. عندي هنا الدجاج قطعته الأرباع، وضفت عليه الهيل، ضفت عليه البهارات المطحونة، بزار البيت والثوم المطحون، بودرة البصل، أضفت الزبادي والثوم المهروس. عندي هنا حبة بيض أضفتها، أنا عندي بس حبة دجاجة فاستخدمت لها حبة بيض حسب حجم الدجاج. أنا والله أرشح لكم الدجاج اللي يكون صغير أحسن لكم عشان ما يطول معاكم في القلي. بالنسبة لي اعتمدت طريقة البروست هذه، والله صرت أسويها في البيت، الصراحة لذيذة ونظيفة وتحسين بطعم الدجاج ما في له زنخة. طيب حغطي عليه بس على بال ما أحضر بقية المكونات، وحرفعه في الثلاجة على بال ما أجهز بقية التغطية. عندي هنا دقيق، بس دقيق، ما أضفت عليه لا بهارات ولا ملح، لأني أساسا أنا تبلت الدجاج بتتبيلة فيها بهارات وفيها ملح. الآن حغطيه تماما في الدقيق وأخلص كل الكمية اللي عندي وأصفها على جنب، وأبدأ بتسخين الزيت. سخنت الزيت، شوف ما شاء الله تبارك الله كمية الزيت اللي عندي، حبدأ أسقط الدجاج فيه. عندي هنا الحرارة متوسطة، ما أرفع النار حتى ما تحمر من برا وتكون نية من جوا. حنزل أول شي القطعة الصغيرة وأقليها، وبعدين حضيف القطعة الكبيرة وأكمل قلي. في كثير ناس يستخدمون قدرة ضغط في القلي، أنا والله ما أرشحه، لأن يعني أحس مخاطره مرة كثيرة، إلا في حال إذا إنك يعني تبين تقلين في الحوش، عشان لو طرطش الزيت انتي تكونين بعيدة عنه. حقصر على الزيت وأكمل طبخ، تقريبا أخذ مني 15 دقيقة كذا يكون استوى معايا. غطوه عشان تتأكدون إنه استوى الدجاج من جوا، يعني وهو يقلي قطع الدجاج حطوا الغطا فوق الزيت واعطوله 5 6 دقايق وهو مغطى. وبعدين حطيت في القصدير بطاطس مقلي، وحضيف عليها البروست تبع يشم جو المطاعم، قدمته بهالشكل. مرة لذيذ ومقرمش والطعم لا يعلى عليه. حكتب لكم المكونات والمقادير في صندوق الوصف، ولا تنسون تطبقونه وتذوقون عائلتكم البروست النظيف اللي في البيت من يدينكم الحلوة. قدمته مع المايونيز والكاتشب، وعلينا وعليكم بألف صحة وعافية. شو ما شاء الله تبارك الله، واضح لكم القرمشة ومستوي من جوا ومن ألذ ما يكون. الحمد لله على النعمة.